السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. مبدئيا كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو يا جماعة. انا القناة عندي واقعة خالص واقعة خالص، مفيش ولا فيديو بيترفع عندي علشان ما بتعملوش لايك. فما تبخلوش عليا باللايك وحطوا لايك كده علشان الفيديو يقترح لناس تانية، وعلشان الفيديو يترفع لليوتيوب يعني. آه، دي اول حاجة يعني بطلبها منكم، اللايك للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوها علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. تمام. نبدأ بقى في الفيديو بتاعنا. النهاردة كده انا هعمل الجزء بتاع الركنة ده. هو مش النهاردة انا عاملة يعني عملت يعتبر الشقة كلها كده في يومين. بقيلي بس ايه تالت يوم كده هعمل حاجات ايه بسيطة كده يعني. مش كتير، مش باقي عليا كتير يعني. فعشان كده انا بصور بنفس الهدوم لان انا عاملاها يعني ورا بعض، مش يوم ورا يوم كده يعني. حتى انا والعيال بنفس الهدوم. بس المهم ايه، قلت بقى هشيل الركنة السفنج اللي هي الشلت بتاعتها علشان بقالي كتير ما شلتهاش. والعيال بياكلوا بسكوت وشيبسيهات وحاجات فبتوقع ورا الشلت يعني بين الشلتة وبين الركنة. فقلت بقى هشيل كل الحاجات دي وهعمل وهسحبها يعني هسحب الحاجات الفتافيت اللي وقع منهم دي بالمكنسة. هم فرحانين بقى بموضوع شيل الشلت بتاعة الركنة، فعمالين يلعبوا على الخشب بتاع الركنة نفسه، فرحانين بقى الوضع مختلف بالنسبة لهم. بس فقعدت بقى ايه اشيلهم من هنا احطهم هنا، اشيلهم من هنا احطهم هنا، اقول لهم امشوا هنا وروحوا هنا علشان اعرف اخلص يعني. بالنسبة في عندي متابعة صديقة عندي فبتقولي دخليهم في أوضة الأطفال يعني واقفلي اعملي الباب اللي هو الصغير اللي بيبقى على باب المطبخ ده والحاجات دي، الباب اللي هو القصير الصغير ده. فأنا دلوقتي مفيش إمكانية إن أنا أعمل الموضوع ده. آم، وكمان لو دخلتهم يعني وقفلت عليهم مثلا وبقيت كل شوية ابص عليهم، هم اصلا مش هيسكتوا يعني. هم طالما ان هم شايفيني ان انا بعدت عنهم، لا هم لازم يفضلوا في المكان اللي انا فيه، مش هيقعدوا يلعبوا يعني. ما الأوضة مفتوحة قدامهم ممكن يخشوا ويلعبوا ويعني هيلعبوا وانا هبقى ابص عليهم وكده. لا هم مش هاديين بالطريقة للدرجة دي يعني ان هم يقعدوا يلعبوا وانا ابص عليهم وكده. لا هم لازم المكان اللي انا فيه هم يفضلوا فيه. آم، طب ما هي الأوضة مفتوحة قدامهم ممكن يخشوا يلعبوا فيها وانا قدامهم يعني هم شايفيني. انما لا ما ينفعش خالص ان هم يقعدوا بعيد عني، لازم يلزقوا فيا كده. عمالة بفكر في الموضوع ان انا يعني هقفل عليهم. طب ما أنا لو هقفل عليهم ما انا هقفل، بس مش هيسكتوا، هم كده كده مش هيسكتوا. و فمش عارفة الموضوع مش داخل، مش داخل دماغي ان انا اعمل كده وهم هيسكتوا، مش مستوعباها دي. مش هيسكتوا، انا عارفة ولادي. فهكلف نفسي على الفاضي لان هم مش هيسكتوا، وهبوظ كمان الباب يعني. هو الباب عليه باب اوضة عادي، فهحط عليه الباب اللي هو الصغير دوت. هحتاج ان انا هيتغير الحلق بقى والحاجات دي. فمش عارفة. مش عارفة بصراحة. والباب اللي هو الصغير ده بيتفتح وبيتقفل برضو يعني بالزق كده يعني، بيتزق وبيروح وبيرجع وكده، بيدخل وبيطلع يعني لبره. فاخاف برضو ان هم يفضلوا يخبطوا بعض بيه وكده لان هم اشقية جدا، مش اطفال هادية كده هتحطيهم في مكان وتقفلي عليهم وانتي بس تبقي شايفاهم. لا ما فيش الكلام ده. هم هما اللي بيمشوني على مزاجهم، مش انا اللي بمشيهم على مزاجي والله العظيم يا جماعة. ف مش عارفة، انا مش عارفة اتصرف ازاي، مش عارفة اعمل معاهم ايه والله. المهم انا كده ايه، عملت نضفت الركنة كويس بالمكنسة وسحبت كل التراب اللي فيها والفتافيت والحاجات اللي فيها. وبعدين قلت بقى هنضف الجزامة. انا على طول بعملها ما بصورش، والارج كمان بعمله وما بصورش. بالنسبة للحاجات اللي كانت فوق الجزامة دي، طفايات زينة وطفايات استعمال وكده.
بس الطفايات اللي هي بتاعت السجاير دي. بس كنت شايلاهم يعني في درج بتاع ترابيزة، والترابيزة اللي هي موجودة عند الانتريه وعند النيش. فهم بيفتحوا دلوقتي الادراج دي وبيطلعوا لي الحاجات دي يكسروها، فانا مش عارفه احطهم فين. عندي النيش مليان على اخره، وعندي المطبخ مليان على اخره. مش عارفه، مفيش ضرفه في المطبخ فاضيه ان انا احط فيها الحاجات اللي تتكسر اخاف عليها دي. فما بقتش عارف، حطيتهم بقى كده على الجزامه، هعمل ايه طيب؟ اوديهم فين؟ آم، وحتى الدواليب عندي، عارفين لو الدولاب بيتقفل عندي خلاص يتقفل كده، انا بس اللي اعرف افتحه. انما الدواليب عندي جرار، حتى دواليب الاطفال، دولاب الاطفال والدولاب الكبير كله جرار، فسهل عليهم ان هم بيفتحوا. يعني مش عارفه اخبي منهم حاجه، ومش عارفه اشيل منهم حاجه خالص. فمؤقتا كده هستحملهم كمان سنه يعني. هستحملهم كمان سنة لحد ما يستوعبوا ان ده كده لا، او ده كده متمسكوهوش، فيسمعوا الكلام، فخلاص ارجع كل حاجة مكانها. فحاليا احنا في حاجات كتير مش في مكانها بسببهم. تمام. كمان التسريحة برضو في اوضة النوم عندي، ما فيش حاجة موجودة على التسريحة بسببهم. انا كان مصطفى وهو صغير، اللي هو اخوهم الكبير، كان وهو صغير اقول له لا ده كده لا، خلاص ما بيحطش ايده عليه حتى من هو صغير، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. انما دول بحس ان هم مش بيفهموني قوي، وما اقول لهم على الحاجه لا برضو يعملوها، يعني بيبقوا عارفين ان ده لا ويعملوه. الارج بقى يا جماعه، انا بكتفي ان انا بنفضه وبمسحه بس بالفوطه اللي في ايدي دي، علشان انا كنت الاول بعمله بميه وكده، بنضفه بميه علشان التراب اللي فيه. ف... فخفت لقيت لان ده جبس، الارج ده جبس، معمول شغل جبس مش بلاستيك. فحسيت ان المية هتبوظه يعني، فقلت ايه لا انا خلاص بقى بكتفي ان هو اصلا بيلمع يعني، عندما بمسحه بالفوطة بيلمع. دي فوطة بقى كده قديمة عندي، انا عاملاها للحاجات اللي زي كده. تمام. فما بقتش بصراحة بعمل الارج ده بالمية خالص، ومش عارفة اعمله بايه يعني برضو، يعني هيتلمع بايه كده. بس هو كده كده بيلمع، انتوا شايفينه مسافة ما مسحت منه التراب خلاص كده هو بيرجع يعني نضيف، بيبقى نضيف يعني. هو الدهان بتاعه ده كمان اسمه محمود قال لي ميتاليك، فاللي هو ايه لامع يعني، مسافة ما بتمسحيه كده هو بيلمع على طول، مش بيحتاج حاجة يعني. بس هو الأرج نفسه بقى من تحت، اللي هو الشكل الحجر اللي تحت ده، هو ده اللي بيعذبني بقى في التنظيف. فهو مش حاجة عملية، هي حاجة بتضايق، بس بتضايق في التنظيف. بس هو شكله حلو، هو كشكل شكله حلو، بس هو مقرف في التنظيف قوي. بس انا اول مره اصور لكم اصلا الارج والحاجات اللي هي بتتنضف من التراب دي، على طول بصور لكم هي تنظيفة الركنه والارض وخلاص على كده. بس ايه وبرضه ما بصورش السقف، ان انا بشيل التراب والحاجات اللي على السقف. الحمد لله انا ما بسيبوش لدرجه ان هو يعمل عنكبوت والحاجات دي، ما عنديش انا الحاجات دي الحمد لله، لان انا بعملها اول باول، فمش مش يعني مش بيتكون وبيتجمع الحاجات دي عندي. بس طبعا ما بصورش الكلام ده علشان ما ينفعش ان انا افضل ارفع ايدي واعمل ايدي وانا بصور، فبيبقى الشكل مش كويس يعني. فما بصورش حكاية ان انا بعمل السقف دي، ما بصورهاش خالص. انا بكتفي بس بتصوير الحاجات اللي هي العادية دي، اللي هي حركتي فيها ما تبقاش باينة وحشة يعني. وحتى لو لاحظت في المونتاج في حركة ظاهرة مش كويسة بقصها وبشيلها. فحكاية ان انا ازعف السقف دي وانا بصور دي ما يعني مش لطيفة، فما بصورهاش. دايما بيبقى الشكل فيها مش كويس يعني، فما بصورهاش. بس قلت النهارده ايه اصور لكم على قد ما اقدر، اللي انا هقدر اصوره ده كده حاجات مش هتضرني يعني، لو صورتها فصورتها. بس عايزه اقول لكم الروتين النهارده مش كامل، انا كده وقفت لحد كده بسبب ان انا خلاص كده اليوم خلص. انتوا شايفين الشباك اللي هو قدامكم ده تحت الستاره، الجو ليل وخلاص كده اليوم كان عندي خلص. محمود جه متاخر، فيا دوبك ان احنا كلنا، ما عملتش اي حاجه تاني. فبكره ان شاء الله كده هصور لكم الجزء الباقي. هي خلاص الجزء ده بيخلص على طول، فمش محتاج ان انا ايه يعني، مش هياخد مني وقت ومش هياخد مني حاجه، فهعمله على طول كده ويبقى انا كده خلاص ايه، خلصت الشقه كلها.
بس يبقى بقى اوضه الاطفال دي بالنسبه لي مش مشكله، مش اوضه الاطفال، اوضه اللعب بتاعتهم، اوضه الالعاب اللي هي اللي مفتوحه قدامكم دي، اللي جنب الشاشه دي. فهبقى اعملها بقى دي، ايه مش مهم بالنسبه لي، هبقى اعملها يوم تاني بقى. بس كده. نشوف بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله يعجبكم ولا ايه. فيديو النهارده كده خلاص خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناه لو اول مره تشوفوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.